شهرين تقريبا ما حلقتش، وده لان كنت خدت قرار اطول شعري لانه بيعجبني كده. لكن كل ما اقف قدام المرايه الاقي شكله مبهدل خصوصا من الجنب، علشان كده قلت اخد العجله اروح بها لان عندي وقت وكمان اغير جو علشان الواحد مل حقيقه من المواصلات والزحمه والروتين ده. المهم قلت اخدكم على السريع وبالمره تاخدوا التجربه معايا، اوريكم المكان عامل ازاي، الاسعار، واهم حاجه الحلاقه ايه نظامها، هيظبط لي شعري ولا هيبوظه، وهدفع له كام. ربنا يستر. لكن ثواني ننزل الاول نسحب فلوس الحلاقه لان معيش غير كارت. هنا بفضل تكلم حلاق وتحجز مكان عشان ما تروحش تقعد كتير وتضيع وقت. قربنا نوصل خلاص، بس حابب اقول لكم على السريع بالنسبه للاسعار، كل مكان بيختلف سعره عن التاني، لكن عموما الاسعار بتبدا من 10 يورو لو هتقص شعر بس، و15 لو شعر ودقن، وكل ما تزود طلبات كل ما هتدفع اكتر. معرفش الاسعار عندكم عامله ازاي. طيب انا هنا وصلت والصراحه متحمس جدا لان اول مره اجرب المكان ده. المكان زي ما انتم شايفين جميل ومنظم جدا، وحتى الحلاقين شكلهم نظيف ووشهم بشوش جدا ما شاء الله، ودي نقطه مهمه قوي تحسسك بالراحه. تمام خلصت الحمد لله. بس قبل ما اقول لكم رايي عن الحلاقه حابب انصحكم نصيحه ممكن تغير حياتكم، وهي انك لازم تتعلم صنعه، ومن ضمنها الحلاقه. حقيقه مش هتعرف قيمه الصنعه او الحرفه ايا كانت غير لما تخلص تعليمك وتقعد من غير شغل. سواء بقى سافرت او ما سافرتش فانت عندك فرصه تانية تقدر تكسب منها فلوس كويسه وتعمل لنفسك قيمه بين الناس. اوكي، بالنسبه للحلاقه فالصراحه عجباني. انا ما بحبش احلق شعر قوي عشان كده بخاف حاجه بسيطه من فوق شويه اكتر من الجنب. وبالنسبه للسعر فدفعت 15 يورو، خدوا منه وقت تقريبا 40 دقيقه. تابعوني واستنوني في فيديو جديد. كان معاكم محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.